السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف ألف مليون سلامة على لاعبنا المحترم الخلوق كريم فؤاد، اللي كان يدوب حط رجله على بداية السلم وكان هيطلع، وكان بس الله أكبر عليه. ولكن القضاء والقدر خير، الواحد لازم يكون مؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، والحمد لله ده إيمان من عند ربنا. ولكن احنا مش هنزيد على حاجة، وهنتكلم ونقول إن في ناس بتقول إصابة كريم فؤاد بسبب عبد الله السعيد. لا والله احنا مش هنقول كده، ولا هنعمل زي جمهور المنافس ويقول لك اصابه كريم فؤاد او من اللاعب ده مؤذي واللاعب، وفي ناس طالعه بتشمت، وفي ناس طالعه بتقول حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا جماعه، والله بجد الواحد لازم يكون عنده ايمان بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. وكريم فؤاد اللاعب طلع نفسه قال لك انا مؤمن بقضاء الله. في اقل من اسبوعين إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، وإصابة مصطفى شوبير بقطع في غضروف الركبة، وأهو النهاردة تأكد إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي. واللاعب هيسافر قريب جدا للنمسا علشان يعمل عملية الرباط الصليبي زي أكرم توفيق وزي مصطفى شوبير. ونقول لك من هنا إن شاء الله بألف ألف سلامة عليك يا كريم، وترجع أحسن من الأول. وكل جمهور النادي الأهلي داعم ليك وفي ظهرك لحد إن شاء الله ما ترجع بإذن الله بألف سلامة، وربنا يشفيك ويتمم شفاك على خير إن شاء الله بإذن الله. وأتمنى من أي حد يشوفنا أو يدعمنا يدعي لأكرم توفيق ومصطفى شوبير وكريم فؤاد، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يبعد عن باقي فريق النادي الأهلي شر الإصابات، ويكفينا بطاقم تحكيم مصري. وربنا يستر ما نطلعش نتكلم على التحكيم بعد المباراة، لأن اللي حاصل والهجوم اللي حاصل دلوقتي على التحكيم شكله هيغير حاجات كتيرة في الأيام اللي جاية. وربنا يستر ما نشوفش حاجة، لأن أدينا شفنا مباراة الأهلي وبيراميدز لما كان الحكم الأول على العالم حكمها. طبعا احنا ما اتكلمناش في التحكيم، وخصوصا ان فريق النادي الاهلي كله طالع مفيش لاعب خد انذار واحد في المباراة. ده علشان الاهلي كسب 3؟ لا، علشان التحكيم كان بصراحة تحكيم كويس جدا، ومش قادرين ما نقدرش نتكلم عليه ولا نقول اي حاجة. ويا سادة، مرتضى منصور بيطرد علي بركة من قناة الزمالك علشان طلع اتكلم وفتح موضوع مباراة أسوان والزمالك تاني. لما طلع اتكلم في موضوع مباراة أسوان، وهو قال لك يعني مرتضى منصور عايز الناس تمشي على هواه وما تسمعش غير كلامه هو، وقال لك ما حدش يقول يعني لازم تقول اللي انا اقوله بس. وده تالت واحد يطرد من قناة نادي الزمالك على يد مرتضى منصور. المشكلة ان هم بعد كده بيرجعوا يطاطوا ويبوس الايادي ويبوسوا الايدين الرجلين، ويقول لك معلش يا سيادة المستشار. بعد احمد جمال وكريم ابو حسين، علي بركة اهو التالت، وبيحدد عليه بيقول له هتقعد بالثلاث اربع شهور في بيتك، مش هتطلع في اي حتة تانية. معنى كده ان هو المتحكم في رزقهم ولا ايه؟ دي الارزاق على الله وبيد الله. بس هي الناس دي اللي عملت في نفسها كده، وخلت واحد زي مرتضى منصور يهينهم وقدامهم، قدام قرايبهم وقدام اولادهم وقدام يعني كل اللي يعرفهم او ناسهم، ويعني وخصوصا قدام الجمهور. وطالع بيشتم في الجمهور نادي الزمالك وبيقول له اللي هيغلط بعد كده هديله بالجزمة. طب انت هتدي مين بالجزمة؟ هتدي اتحاد الكرة ولا هتدي الجمهور ولا هتدي مين؟ وفي الختام يا سادة، ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.